معلش خليكي معايا لانه انا معايا على الهاتف ياسر محرز المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. أهلا، مساء الخير أستاذ ياسر. اهلا وسهلا استاذ معتز، اهلا بيك يا فندم. هل حضرتك جوه المقر في الوقت الحالي ولا في مكان آخر؟ لا يا فندم، انا مش متواجد حاليا في المقر، بره المقر، يعني مش هناك. تمام. يعني سمعت يعني طبيبة شابة غاضبة بتعترض على سياسات الإخوان والكلام اللي أكيد سمعتوه كتير. يا ترى يعني حضرتك تقول إيه في دفاعك عن جماعة الإخوان؟ لا الحقيقه يعني انا عايز بس اكد على امور بعد اذن حضرتك يا فندم، ان احنا حريه التعبير عن الراي وحريه تمثيل الراي والتعبير عنه ده امر مكفول ومن ثمار ثوره 25 يناير. انما الحقيقه ان انا في هذا الجو المحتقن والملتهب ما ينفعش ابدا ان انا اروح في مكان يعني فيه نوع من التحفز وابدا امارس نوع من البذاءات والشتائم والرسومات المسيئه والتي تسيء الى هذا المكان. وفي الاخر يجب ان نفترض ان شباب الاخوان هم دائما يعني منضبطين، ودائما اعصابهم بارده، ودائما هم شباب غيرهم من الشباب، وان هم دائما وابدا هيتلقوا هذه البذاءات وهذه الشتائم بدون ان يستفزوا. وهل عندكم موقف استاذ ياسر؟ هل شفت الفيديو بتاع ضرب مروه؟ هل ده كان ليكم اسف ضرب ميرفت موسى؟ هل ليكم موقف من هذا ولا ما علقتوش عليه؟ لا طبعا احنا يعني هذا امر طبعا لا نقبله، انما للاسف الشديد حضرتك ان الامور بتجتزأ وبتؤخذ الامور التي يتم استغلالها سياسيا واستخدامها في الابتزاز السياسي. طبعا هذا امر ننكره على الاطلاق ولا نقبل به، ولكن للاسف الشديد اللي اخذ هذه الصوره اصبح يكررها ليل نهار في الاعلام، ولم ياخذ الصوره الاخرى التي تمسك فيها فتاه من الفتيات بسنجه، وكانت واضحه جدا في نفس الفيديو اللي كان في هذه الفتاه بتضرب، ولم ياتي اليه من بعيد او قريب. يا ريت تبعت لي الصوره دي وانا اعرضها على طول يا استاذ ياسر، يعني لو عندك يا فندم تبعتها لي على الايميل بتاع البرنامج، هخلي الاعداد يتواصل معاك. طيب سؤال للبعض، ان انت عارف طبعا المظاهرات والاحتجاجات كانت دايما بتبقى في مقرات زي قصر الاتحاديه، زي ميدان التحرير، زي ميادين اخرى. كيف ترى الجماعه انتقال الاحتجاجات الى المقطم حيث مقر مكتب الارشاد؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هناك بعض الجهات يعني لا يهدأ لها جفن اذا مر اسبوع على هذا الوطن بدون وجود حريق يشتعل به ووجود يعني خراب يحدث به. يعني انا دلوقتي بتعجب الحقيقه ان هذا البلد ما فيه من متسع. ايه اللي يخليني اسيب الدنيا كلها واروح استفز الناس في جبل المقطم في اقصى نقطه من القاهره، واروح باشكال بذيئه من السباب والشتائم والرسومات، ثم يعني من يدعون الثوريه ويكتبون ويتفخرون ان حرق مقرات الاخوان عمل ثوري، وحرق الاخوان انفسهم هي الثوره ذاتها. طبعا ده تحريض علني على القتل والحرق، وده نوع من العنصريه اللي احنا لو لم نجابهها جميعا بالضمائر الحيه البلد دي هتولع. الحقيقه انا بستغرب ان الاعلام هل ممكن تحدد لي تحريض من قبل اي جهه؟ احمد دومه على الفيسبوك ده حضرتك بتفخر بيه، يقول لك ان حرق مقرات الاخوان ده عمل ثوري، وحرق الاخوان نفسهم هي الثوره نفسها. فده تحريض علني على القتل والحرق، وده يستوجب تدخل من كل مؤسسات الدوله، وتدخل من كل اصحاب الضمائر الحيه اللي موجوده عندهم ضمير حي ان هذا الامر لا يستقيم. ازاي احنا بندعي الثوره وبندعي الثوريه وبننادي بحرق الناس احياء في مقراتهم؟ فهذا امر لا يستقيم ولا مع عقل ولا مع دين ولا مع منطق، ولا يستقيم مع الضمائر الانسانيه الحيه. طب هل انا بوجه نداء من حضرتك، بوجه نداء من برنامج حضرتك المحترم الى كل اصحاب الضمائر الحيه، والى مؤسسات الدوله، والى النشطاء، والى شباب الثوره الحقيقيين الذين قامت الثوره على اكتافهم، سواء الغنيم وغيره من زملائه الاشراف، ان نقف جميعا حائطا صلبا امام هذا النوع من العنصريه والحرق والدعوه الى قتل المصريين. تمام. استاذ ياسر،
يعني خليني اكون صريح معاك، مفيش شك ان دلوقتي في ناس بتلوم جماعة الاخوان على سوء الاداء السياسي اللي بتمر بيه البلاد في الوقت الحالي، الازمة اللي بتمر بيها البلاد في الوقت الحالي، والاتهام الاكبر هو تدخل الجماعة في ادارة شؤون البلاد وادارة المشهد السياسي. ليه لو انتوا يعني عايزين فعلا استقرار هذا البلد ومسألة الوفاق، ليه ما تطلعش جماعة الإخوان وتصدر بيان للمجتمع المصري وتوضح فيه الأمر وتجلي الحقيقة، تريحوا نفسكم وتريحونا وتريحوا الناس اللي واقفة في الشوارع؟ والله يا فندم احنا مريحينكم من زمان، بس في جهات معينة للأسف الشديد المنافسة السياسية ليها وكراهيتها لجماعة الإخوان مقدمة عندها عن مصلحة هذا الوطن، وان هي ما عندهاش اي مشكلة خالص ان البلد دي تحرق وطالما ان الاخوان يعني يسقطوا وننال من شعبيتهم. ودي الحقيقة امر يعني في غاية السوء، اننا تكون المنافسة الحزبية والتنافس الحزبي مقدم على حب هذا الوطن ومصلحته. الحقيقة يعني نحن نعاني منذ سنوات، ومنذ ان قامت الثورة، منذ ان تقلد السيد الدكتور محمد مرسي الرئاسة، من الإشاعات المتوالية والمتواترة والمتتالية التي تطلق في كل اتجاه من غير أساس ومن غير صحة، وكامبين هائل من الزخم الإعلامي يعني ترهيب الناس وتفزيعهم من الإخوان المسلمين، وإزاي إن هم الجماعة المتنفذة وإزاي إن هم الجماعة المتحكمة، بداية من الدستور اللي فات اللي نزل ملايين النسخ المزورة منه اللي بتقول ان ده دستور المرشد ومواد بارقامها تقول ماذا يفعل المرشد. فهناك يعني طب استاذ ياسر، انا تتفق معايا ان انت بتساهم برضو في هذه الصورة الإعلامية او الصورة الذهنية لو صح التعبير، لانك بتشتغل دايما في الخفاء، ومسألة الشفافية فيها مشكلة عندك. يعني مثلا زيارة خالد مشعل زعيم حركة حماس لمكتب الإرشاد، لماذا كان يقصد بها أن تتم في طي الكتمان؟ ليه ما تطلعش وتقول للشعب المصري والله أنا استقبل الراجل ده، والله في مواضيع وفي إشاعات في وسائل الإعلام حول مقتل الجنود المصريين في رفح في رمضان المبارك، وأنا هدردش معاه في هذا الكلام، وتطلع بيان وتقول والله محتوى الاجتماع كان 1 2 3. ده بالفعل تم يا استاذ معتز، وتم توزيع بيان على جميع وكالات الانباء والاخبار، وتم التاكيد فيه على ما دار في هذا البيان. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني بالعقل والمنطق كده، انا لو عايز اعمل اجتماع سري او اجتماع ما فيهوش شفافيه، استضيف هذا الوفد في مقر عام جماعه الاخوان المسلمين الذي تحوطه عدسات المصورين والصحفيين من كل جانب؟ هل هذا يعقل؟ يعني حضرتك في امور للاسف الشديد الواحد بيحزن، بس لم يعلن عنه يعني استاذ ياسر، لم يعلن عنه مسبقا. يعني انا بقول لحضرتك اهوت ازاي لم يعلن عنه وانا مستضيف هذا الوفد في مقر عام جماعه الاخوان المسلمين اللي هو يعني تحت اعين وكاميرات الاعلام كامله. ثم انه اول ما انتهى الاجتماع صدر بيان رسمي ووزع على كل وكالات الانباء والصحافه والاعلام. اللي انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ معتز، وانا عارف ان حضرتك من الاعلاميين المهنيين، احنا في حاجه ان احنا نشتغل لصالح البلد. انا ما عنديش مشكله خالص ان يبقى في نقد موضوعي، انما ان انا عشان المنافسه السياسيه والابتزاز السياسي ابدا اختلق مواقف دايما تؤدي الى حاله احتقان مستمره والى اشعال الحرائق والى اغار صدور الشباب، وان انا ابدا انفر الناس من هذا. كان ما في الاخر حركه الاخوان المسلمين ده جزء لا يتجزا من الشعب المصري، احنا مش جايبينهم من بلد ثانيه. وفي الاخر اذا البلد احترقت هتحترق بينا كلنا، واذا مصر سقطت هتسقط بينا كلنا. ده صحيح. ده صحيح. محتاجين يا فندم ان احنا نقف كلنا جنب بعض ونحط ايدينا في ايد بعض. انا مش بقول لحضرتك ان احنا منزهين من الخطا، احنا جماعه بشريه بنخطئ ونصيب، ولكن اللي بيحزننا يا استاذ معتز هذا يعني الضغط الاعلامي والابتزاز السياسي واستغلال المواقف. يعني عايز اقول لحضرتك يا استاذ معتز، وبكلمك بضمير حي وبخاطب الساده المشاهدين انا فاهم اللي بيسمعوني دلوقتي، ان الرساله واضحه، تحرق وبتاع بتبقى ثوار احرار، انما لما شباب الاخوان يعتدى على مقرهم وهم في اخر الدنيا تقام لهم المشانق وتقام لهم الأحكام ويتم تقديم البلاغات للنائب العام. تمام. أما إذا فعل الآخرون من حرق مؤسسات الدولة والاعتداء عليها وقطع الطرق على المصريين بيصبحوا ثوار أحرار وبيبقوا زي الفل. تمام. يعني برضو
يا ريتك افتكرت برضو حرق مقر الوفد ومقر جريدة الوطن ومحاصرة الانتاج الاعلامي. على كل حال انت قلت كلمة اتفق معاك فيها، المنظومة كلها عايزة تهدى شوية عشان يتحقق الاستقرار. شكرا استاذ ياسر محرز المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين. دلوقتي هروح لاستراحة اعلانية، بس قبليها هنتابع تقرير